السلام عليكم، مرحبا بكم في الصورة وراء الستار. في هذا الفيديو القصير سنتحدث على معلومات جديدة عن المعز الأليف وعلاقتها بنهاية أمريكا. ففي هذا الحدث قلنا أنه بيمثل هذه العلامة اللي صارت في 2017 23 سبتمبر 2017، اللي هي المرأة اللي لف بها الشمس وتحت رجليها القمر وفوق رأسها 12 نجما. فعرفنا أن هذه العلامة ترمز 100% في هذه المعز الأليف، هذه البنت العذراء لف بها الشمس والقمر تحت رجليها و12 نجما فوق رأسها. لكن لفت انتباهي العلامتين هذوما اللي لم أفهمهم من قبل، الآن فهمتهم. فنشوف أنه في هذه الأشهر سبتمبر هو اللي حتصل فيه الهجمة، ونعرف أنه هذا جانوري فبراير مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. هناك علامة في شهر يوليو أغسطس وعلامة في شهر ديسمبر. فقلت إذا هذه العلامة ترمز إلى 2017 حصل كسوف، لأنه حصل هذا الكسوف الكبير توتال سولار إكليبس اللي في 2017، هذا الكسوف الكامل الشامل على الذي مر على أمريكا. فقلت إذا حصلت هذه العلامة في 2017 صاحب المعز الأليف سيرينا هذه العلامة. وفعلا العلامة هي موجودة، شفتوها الكسوف متاع الشمس أهو، هذا بالخط اللي موجود في خد البنت وفي خد بوش، هذا هو الكسوف، وفي خد أوباما هذا هو الكسوف، علامة الكسوف. لذلك هو في آخر الفيلم بيورينا الكسوف هذا هو اللي موجود. فالكسوف هذا فعلا حصل في يوليو 2017، هذا هو أغسطس 21 2017 كما في المعز الأليف. لما نحسب جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت، هذا هو الكسوف. فتأكدنا الآن 100% و1000% أنه هذه العلامة حصلت في 2017، وأنه هذه الأشرة تتحدث على الكسوف الأول. لكن هناك الكسوف الثاني اللي فهمناه الآن، هذه المعلومة أيضا الثانية المهمة في هذا المعز الأليف حنشوفها. لما بترمي بالتفاحة شوفوا هي بتمثل كسوف، الظل متاع القمر على الشمس ده يمثل كسوف. لذلك هو عمل هذه الأضواء على التفاحة عشان يورينا الكسوف. لكن هذه المعلومة الأهم، شفتوها هي بتروح لأوباما الكسوفات. هذا المشهد لم أفهمه 12 سنة، وكنت دائما أقول ما معنى هذه التفاحة تنقسم على 2؟ ما معناها؟ الآن فهمتها 100%. شو ماذا يحصل؟ بيقول لنا انه الكسوف الثاني بعد 7 سنين اللي هو حيحصل، هذا هو اللي في الاشهر القادمه ابريل 8 2024، فيعمل تقاطع فوق امريكا توتال سولار إكليبس. فالتقاطع هذا هو اللي وراه لنا في المعز الأليف، لهذا بيمثلها في تفاحتين، وهي الكسوف الثاني. الاثنين كسوفين سيحصل لنا على أمريكا، والكسوف الثاني هو نهاية أمريكا. لذلك بنشوف الظل الأول والظل الثاني، وهذه العلامة اللي شفناها على وجه أوباما والبنت وبوش، هذه على الولد هذا اللي هو في السنة الأولى اللي حصل فيها 2017 الكسوف. فنشوفها مرة ثانية تحصل هنا. هذه الآن فهمتها. عايز يقول لنا إيه في الفيلم؟ إنه لما يتقاطع الكسوف الثاني مع الكسوف الأول عندها تنتهي أمريكا. لذلك هما التفاحتين تخرج هذا التقاطع الأول والتقاطع الثاني في الكسوف الأول والثاني، ويجتمعان ويشكلان البعث الجديد وزهرة اللوتس. فزهرة اللوتس هي البعث الجديد ونهاية أمريكا وبداية العالم الجديد. لذلك هو التقاطع هذا هو اللي بنشوفه اللي هنا على أمريكا في الكسوف الأول والثاني. الآن فهمنا أنه نهاية أمريكا هي 7 سنين، كما هو يشير لنا 7 سنين الكسوف الثاني، ولذلك يتقاطع الكسوف الأول مع الثاني فوق أمريكا اللي شفناه، هذا هو، وتبدأ منها نهاية أمريكا. فنمر أيضا إلى باراك أوباما. أيضا 2017 هي نهاية رئاسته، وهو لذلك هو ورانا في الفيلم المعز الأليف باراك أوباما والكسوف حصل 2017 لما خرج. لذلك هو اللي أنا بنشوف في المعز الأليف أنه لابس هذه الجراديويشن، وهي تقية التخرج من الجامعة والتخرج، وعندما يخرج معناها من الرئاسة، هذا هو 2017 اللي خرج من الرئاسة حصل الكسوف الأول، هذا هو الكسوف الأول. والكسوف الثاني الذي سيحصل هو في هذه السنة 2024، هذا هو آخر كسوف لنهاية وبداية نهاية أمريكا. وحوريكم، شوفوا، هفتح ويندو وأقول next total solar eclipse اللي بعد 2024.
شوفوا بيقولوا لنا إيه في النازا: الكسوف الشامل الذي سيحصل بعد 2024 على أمريكا هو سنة 2044. بمعنى آخر أنه مستحيل أنه نهاية أمريكا ستكون في 2044. لذلك هو صاحب المعز الأليف أرانا أنها 7 سنين هذه هي بعد الكسوف الأول، وهي سنة 2024. فلن يحصل كسوف ثاني شامل على أمريكا إلا في سنة 2044. لذلك شفناه أنه هذا هو التقاطع اللي يرمز إلى نهاية أمريكا وبداية العالم الجديد والهجمة الثانية على أمريكا. وشفناه هذا الكسوف، حوريكم أنه موجود في الكثير من الأفلام، مثل فيلم 2012 بيتحدث على نهاية هذا العالم وبداية العالم الجديد. يورينا في أول الفيلم، في أول التريل This day will come، يورينا الكسوف. وبعدها تبدأ التريل الثاني. أيضا في هذا الفيلم The Seventh Sign، العلامة السابعة لدومي مور، وهو فيلم سنة 1988. فيلم رائع أنصح بمشاهدته، وهو يتحدث على نهاية أمريكا والعلامات التي تسبق النهاية، ومنها الكسوف ومنها علامة أخرى. أنا لما شفت هذا الفيلم بعرفه من قديم، افتكرت أيضا المعز الأليف. هذا الولد، لاحظوا هذا الولد، هذا ولد معاق سيشنق ويقتل، وهو الآن في السجن قبل نهاية أمريكا. لاحظوا الجهدين. بنحي الصوت عشان الكوبي رايت. فيأتيه في هذا الفيلم زعم أنه عيسى بن مريم ويطمئنه، فهو سيشنق ويقتل لأنه قتل أبويه. شفتوها؟ الكسوف هو اللي يرمز على نهاية أمريكا. وفي المعز الأليف أرانا هذه في السبورة، هناك شخص سيشنق قبل نهاية أمريكا، أو في السنة التي ستنتهي فيها أمريكا هناك شخص سيشنق. هذه هي المشنقة، وهذا الشخص كما أرانا في الفيلم الكسوف ومشنقة هذا الولد الطفل الذي هو معاق ذهنيا أو سيندروم. ثانيا وأخيرا سنتحدث على الزومبي دير. تحدثت في الفيديو السابق على الفيلم Leave the World Behind، وقلت أنه في الغزال بدأ بتصرف غريب في الفيلم ولم نفهم ماذا حصل في هذا الفيلم. لعل المجال المغناطيسي للأرض هو الذي جعل هذه الحيوانات، وهذه خاصة في الفيلم هو أشار خصيصا على الغزال أنه بدأ بتصرف غريب ولم يعد يخاف من الإنسان، وهذا شعار الفيلم Leave the World Behind ومع الغزال. لكن اتضح أنه الفيلم لم يقل لنا الحقيقة كاملة، لكن الحقيقة بدأت بالظهور في الأخبار. فهو مرض جديد اسمه زومبي دير، فهو يضرب الغزال. وبدأ، وهذه المقال من حتشوفوا جديدة راهي من 2023 سبتمبر 23 سبتمبر 2023. فبدأ هذا المرض ينتشر في أمريكا وفي يلوستون، في أكبر بركان في العالم. ونشوف 28 ديسمبر 2023 الزومبي دير. هذا هو الديزيز أو الفيروس الجديد اللي بشكل خطر كبير على 28 ديسمبر. كلهم يتحدثون معناها أقل من شهر أنه الغزال بدأ بظهور عليه علامات هذا المرض الجديد اللي اسمه الزومبي. لذلك في الفيلم أرانا أن الغزال أصبح يتصرف بتصرف غريب، وهو هذا المرض. إذا بتقرأوا جيدا عن المرض بيوريك أنه الغزال بيفقد الذاكرة، وثانيا يتصرف تصرفات غريبة، ويفقد الخوف من الإنسان ومن كل الحيوانات الباقية. لذلك الغزال كله لم يعد يخاف، لأنه ينسى من هو وينسى ماذا يفعل وينسى كل شيء. لذلك ففي الفيلم أرانا أن عندما ينتشر هذا المرض الزومبي للغزال في أنحاء أمريكا كلها، عندها نعلم أن أمريكا انتهت، وأن الهجوم الثاني على أمريكا اقترب، وستكون نهاية أمريكا. وتروا أنتم الأحداث الآن، الباكستان ضد إيران، وإيران ضد باكستان، وإسرائيل ضد الفلسطينيين، والفلسطينيين ضدهم، وستتوسع الحرب. وسترون أن هناك سيكون هجوم كبير من الحوثيين على باخرة حربية كبيرة مدمرة أو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، وسيغرقها الحوثيون، ومنها ستبدأ الحرب العالمية الكبيرة.
ومنها ستبدأ الحرب على إيران وتتسع إلى أوروبا وإلى كثير من المناطق. فهذا هو الفيديو الذي كنت أريد أوريكم إياه، أنه هذه العلامة تشير إلى تقاطع الكسوفين، وأنه الآن تأكدنا أن هذه العلامة هي الكسوف الأول الذي حصل في أغسطس يوليو 2017، والكسوف الثاني هو بداية نهاية أمريكا. وهذه العلامة في ديسمبر سأتحدث عليها إن شاء الله في فيديوهات المستقبلية، فهي تتحدث على النجم الطارق وعلى كوكب نيبيرو، ولن أتحدث عليه الآن لأنها معلومات كبيرة، وسأشرح لكم لأني استغرقت سنين وأنا أقرأ في الكتب السومرية لكي أفهم ما هي نيبيرو وما هو النجم الطارق، وحقيقته ستكون أغرب من الخيال. فهذه العلامة هو ورهنا في آخر الفيلم، هذا هي البلانت الصغيرة، هذه الكوكب الصغير والكوكب الكبير والشمس، النجم الطارق وهنا الشمس، فلذلك هي بنشوفوها نفسها الكوكب الصغير أو النجم الصغير والنجم الكبير، أو النجم الصغير والنجم الكبير. وشكرا على المتابعة، وإن شاء الله إذا في معلومات جديدة سنفيدكم بها في هذه القناة. لا تنسوا أن تعملوا لايك وتنشروا فيديوهات عشان العالم يعرف الحقيقة، لأنها اقتربت، الأحداث الكبيرة اقتربت، ونحن الآن عايشين في الآخر متاعها أو في الأشهر الأخيرة متاعها وليست في السنين. نحن الآن في الأشهر الأخيرة متاع هذه الأحداث وأحداث آخر الزمان وبداية زمان جديد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.